بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم دائما أخو أسامة من قناة الجيريا تاك. اليوم إن شاء الله مع فيديو جديد من سلسلة مهاجر، نتكلم إن شاء الله فيه في المواضيع اللي تخص الهجرة إلى كندا. نسيو نبارطاجيو معكم معلومات ونسيو نجاوبكم على التساؤلات، وإذا كانت عندنا أي معلومة نقدر نفيدكم بها افيك ان غرون بليزير. اليوم ان شاء الله باذن الله كاين واحد السؤال تكرر بزاف وانا كنت يعني نسكيبي فيه، ما نحبش ريبوندي عليه بحكم انه كيما نقولوا حنايا كنت نتكلم بزاف على فيزا توريستيك، يعني بحكم انه يعني كثير من الناس يعني تحوس على معلومات. السؤال هذا كانوا يعني يقول لك يعني كنت تقدر تتكلم لنا على امتحان لغه تي سي اف كندا. انا الحقيقه عقبت تي سي اف كندا، تي اف ما عقبتوش، والايلس الصفدير تاع لونجلي ما عقبتوش. نقدر نعطيكم يعني الاكسبيريونس تاعي حول تي سي اف كندا، ونعطيكم بعض لي زاستيس اللي ساعدوني انا باش نجتاز اللغه، امتحان اللغه يعني، وندي فيه ماكسيموم 2 بوين. دونك بالنسبه للاكسبيريونس تاعي انا جو بونس باللي عقبت 3 فوا تي سي اف كندا، عقبته 3 فوا، والنتائج يعني حقيقه كون نبارطاجيهم لكم هنا في ليكرون وتشوفوهم. واحد ما يشبه الخوه، صافو دير واحد ما يشبه الخوه، ولكن النتائج نقدروا نقولوا متقاربه نوعا ما. يعني في بعض الاحيان تجيب مثلا في هما ما يخفاش عليكم بلي تي سي اف كندا فيه كاتي بروف لا كومبريونسيون اورال، لا كومبريونسيون ايكريت، ليكسبريسيون اورال وليكسبريسيون ايكريت. دونك انا مثلا بالنسبه لي انا عقبت في قسنطينه، كنت نعقب في مدينه قسنطينه الجميله الرائعه اللي انا نحبها ونشتيها بزاف قسنطينه. يعني كنت نروح نعقب ونروح نستمتع بالمناظر في قسنطينه، معناتها عصفورين بحجر واحد. وهذاك الوقت يعني كان الرونديفو في قسنطينه ماشي صافي ما عليهش لا شارج كيما مؤخرا. جو بونس باللي الجي قسنطينه وعنابه ولا يعني باش يطير لك رونديفو يحب لك. دونك في قسنطينه كيف كان السيستم، كان انك تروح الصباح مثلا تعقب مثلا لا كومبريونسيون اورال، لا كومبريونسيون ايكريت، ومن بعدكش موراها ثاني بعد ما يديروا لك بوز خفيفه ومن بعد تروح دير ليكسبريسيون ايكريت، ومن بعدكش العشوه صافي دير تعقب ليكسبريسيون اورال. كان هذا هو السيستم يعني. فما ما على باليش لا تبدل الله ما تبدلش. انا راح نحكي لكم يعني على الاكسبيريونس تاعي ونعطيكم بعض لي زاستوس يعني اللي ساعدوني انا باش نطلع يعني لي بوين. دونك هذه الحاجه الاولى. معناته برومييرمون الحاجه كاين واحد التجربه، انا التجارب الاولين جو بونس الاولى والدوزيام جو بونس باللي كنت نبكر من الولايه نتاعي، نضرب ساعتين طريق ونلحق نعقب. دونك نلحق الفما برومييرمون عيان، نكون صافي دير مستريسي خايف ما نلحقش الى اخره. لا تروازيام فوا عقبت رحت لقسنطينه، كاين فما واحد لوتيل فما جاي في الجهه الفوقانيه، اوتيل باهي مليح يعني تقدر تعقب فيه صافي دير ليله ما شاء الله. برومييرمون انا رحت يعني عقبت فيه ما ريفيزيتش حقيقه. صافي رحت لفما هذاك النهار خليته كيما نقولوا حنايا، رحت بت في لوتيل غدوه الصباح نوض بكري قهويت بعقلي ومن بعد رحت نعقب وجبت سكور مليح. يعني حقيقه انا جو بونس باللي هذاك الراحه، هذاك لوتيل اللي رقدت فيه واسترحت فيه خير من التجربه تاع اني مثلا كنت مبكر من الولايه تاعي ونجي مستريسي ومن بعدك صافي دير تلحق الفما تخاف تقول ما نلحقش في الوقت، ممكن يغصبوا عليا، ممكن كذا، وتبدا تطلع في الطريق هذيك ساعتين كله انت صافي دير تخدم في راسك صافي دير يكون ديجا بدا يخدم. دونك احسن طريقه يعني احسن اول استيس نقول لك عليها هي انك مثلا اذا كنت تسكن بعيد على المنطقه اللي راح تعقب فيها يعني الباساسيون تاع ليكزامان تاعك، من الاحسن انك تريزيرفي اوتيل. كاين لي زوتيل يعني بون بري، تروح تريزيرفي وتروح قبل بالنهار تعقب فيها كيما نقولوا حنايا نهار باهي. تحب في الليل تريفيزي هذاك الامر يرجع ليك، تحب ما تريفيزيش صافي دير الامر كيما قلنا راجع ليك. وغدوه الصباح تنوض بكري تتقهوى وتروح تعقب ليكزامان تاعك صافي دير تري بيان. هذه لاستيس الاولى. لاستيس واحد لاستيس دوزيام، كان واحد الصديق عزيز عليا صافي دير مؤخرا كيما نقولوا حنا بغا يدير ليميغراسيون، كيسقساني انا نعرفو صافي دير بحكم اني خدمت معاه وكذا، من نعرف باللي اللغه الفرنسيه تاعو مليحه، يعني انسان الله يبارك اكاديمي ويعرف يهضر فرنسي. دونك قال لي انا ريفيزي وكذا كذا. قلت له انا واش نقول لك حاجه، قلت له اذا كان عندك واحد ليست المادي هكذا معناته عندك شويه دراهم يعني ما تديرونجاش انك تعقب اكزامان الاول باش تعرف دير ليكسبيريونس، باسكو قلت له ابارتير دو مون اكسبيريونس جو بونس بلي انت راح تدي سكور باهي. وهذاك هو الشيء اللي صرا، ما ريفيزا ما والو، راح عقب مباشره
وكيعقب جاب سكور باهي بزاف بزاف، ولا بروف بعد جوبونس شهر ولا شهرين خياراتو كيباك، راهو مع لي ديمارش تاع كيباك ان شاء الله ربي يوفقو ويسر له الامورات. يعني بالنسبه للناس اللي عندها مستوى مليح في اللغه الفرنسيه صافو دير تروح تعقب مباشره، لانه في بعض الاحيان لا بريباراسيون هي تعتمد من شخص لشخص واحد اخر. يعني في بعض الاحيان كيما نقولوا الانسان اللي بريباري يكون ستريسي، واللي يكون ستريسي يجيه ستريس هذاك ما يخدمش. هو بريبارا تري بيان، ماشي كيستيون انه ما يعرفش، والله كيستيون انه صافو دير يتبرتيربا، يخاف ما يجيبش سكور كذا منا الى اخره، ومن بعد داكشي يطفرها في روحه. دونك من الاحسن الناس اللي عندها مستوى مليح وكان يعني الجانب المادي تاعها مليح، يعني على الاقل خاصه بور لا بروميير فوا، روح مباشره عقب، هز فكره باك اكزاكتومون كيفاه يمشي ليكزامان هذا، وروح عقب على الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله تجيب سكور باهي. هذه حاجه. الحاجه الثانيه اللي بغيت نقول لكم عليها انه هذا ليكزامان تاع تي سي اف كندا سي تان اكزامان دو تيب كاري. واش معناتها اكزامان دو تيب كاري؟ معناته اكزامان واش راح يخرج واحد الكونتكست، يعني ما واش راح يخرج، وما يهمش انك زعما تكون تتكلم اللغه الفرنسيه يعني بطلاقه، تقدر تكون تتكلم اللغه الفرنسيه ولعده اسباب، منها ستريس، منها الى اخره، لانه الانسان قد ما يكون يعرف قد ما يجيه ستريس، لانه مثلا كما يقول القوري كاين ريان ريسك ريان، الانسان اللي رايح على ربي يقدر يجيب سكور خير من هذاك اللي بريبارا ومترتير بروحه ومزير روحه الى اخره. دونك يعني سي ان اكزامان دو تيب كاري، معناتها اي واحد يقدر يكون يحط باله معاه يقدر صافي دير يجيب فيه سكور، لانه العقليه تاع تي سي اف كندا ماشي بالضروره انك تكون تتكلم اللغه الفرنسيه ولا تكون عندك قوه في اللغه الفرنسيه، على ما قد تكون انك على بالك واش راك دير في ليكزامان هذاك، وتكون تجمع صافي دير انت ماذا بيك تجيب ماكسيموم دي بوين، الماكسيموم دي بوين، يعني تجيب الماكسيموم دي بوين. هذه يعني كما نقولوا حنايا عندك انت كاتي بروف. الحاجه العيانه انه لازم تجيب في لي كاتي بروف حاجه مليحه باش يعني صافو دير ترفع الحظوظ تاعك في ليميغراسيون. هذه حاجه اخرى. كاين واحد لاستيس نبارطاجيها معكم. لاستيس هذه واش تقول باللي انت بالنسبه للكومبريونسيون اورال وكومبريونسيون ايكريت، كومبريونسيون اورال جو بونس ما عندكش الدروا باش تباسكولي صافو دير تنكز كما نقولوا حنايا من سؤال لسؤال واحد اخر، يعني راح تسمع عندك واحد الوقت ومن بعدك وحده صافو دير وحده مباشره يروح للسؤال اللي من بعده. انا كنت ندير واحد لاستيس مع يبدا السؤال نكوشي وحده من الاجابات، هما كاين 4 صافو دير نكوشي وحده باش لا مثلا سهيت تبرتيربيت كذا منا نكون ديجا كوشيت وحده، خير ملي يعقب الوقت وانت ما كوشيت حتى وحده تدي زيرو، لانه كي تكون مكوشي وحده وتقدر تطيح صافو دير بار كوانسيدونس صحيحه تدي النقطه، ماشي كيما انك كيما نقولوا حنايا ما تكوشيهاش خلاص يعني سير على 100% ما راح تدي حتى نقطه. دونك انا كنت نكوشي وحده من الاجابات ونسمع السؤال، يعني باش لا يخصبني الوقت صافي دير نلقى روحي على الاقل كوشيت. هذه حاجه. وفي نفس السياق بالنسبه لي كيستيون اللي فيهم 4 بروبوزيسيون جينيرالمون في تي سي اف كندا راح تلقى زوج قراب للاجابه وزوج بعاد بزاف على الاجابه، تلقاهم بعاد بزاف. دونك انت واش راح دير؟ انت راح صافو دير تسيي تيليميني هذوك زوج اللي بعاد، ويبقاو لك صافو دير لو شوا بين هذوك الزوج هذوك الزوج اللي شبهوا صافو دير تخير وين مليحه. يعني تجي جينيرالمون دائما رايحين يديروا 2 كيستيون صافو دير قراب بعضهم باش يشوشوك، وزوج يديروهم بعد. دونك انت تيليميني لي بعد وتركز غير مع دوك الزوج اللي قراب وتخير الصحيحه فيهم. هذه مثلا استيس وحده اخرى مثلا كيما نقولوا حنايا بالنسبه للكومبريونسيون ايكريت. كومبريونسيون ايكريت المشكل تاعها يعني تقرا بزاف، كاين اللي ما عندوش هذوك السكيلز يعني باش يقرا رابيدمون. دونك انا صافو دير دونك انا واش ندير؟ كنت دائما نروح للاسئله الاخرين، لانه في لا كومبريونسيون ايكريت تقدر تباسكيلي اونتر لي كيستيون. دونك واش دير انت راح بالنسبه نتكلم على نفسي انا كنت نروح للاسئله الاخرين، لانه الاسئله الاخرين فيهم نقاط جو بونس فيهم 9 نقاط نروح لهم، لانه كما يقولوها نروح نكوشي مثلا 7 ولا 8 الاخرين نكوشيهم اوازار. ليه؟ باش كي نبدا 1 2 3 4 اذا لا قدر الله غصبني الوقت وختاكش كي يخلص الوقت راح يبلوكي، معناتها يبلوكي وما يعطيلكش لاما باش صافو دير باش زعما كيما نقولوا حنايا تكمل، ولا معناتها معايا خلاص الوقت. دونك انت على الاقل تكون ديجا كوشيتهم او هازار، ممكن ثاني طيح
بار كوانسيدونس يعني في الاجابه الصحه وتدي 9 نقاطي. يعني هذه هي. كاين بزاف اللي مثلا اللي عندهم مثلا هذوك سكيلز قويين ويقراو الحاجه هذيك، ربي ان شاء الله ييسر له، هذاك ما يحتاجش النصائح التوعي ما يحتاجش النصائح التوعي. كما نقولوا حنايا يعني هذه هي يعني هذوما يعني لي زاستيوس اللي ما زدت شافي عليهم انا. يعني الانسان جينيرالمون كما نقولوا حنايا يروح بكري شويه، يسيي يفرغ الذهن تاعو، يسيي واش يدير حاجه اخرى يا ربي واه اكزاكتومون. مثلا حنا في قسنطينه كنا نعقبوا في واحد كلي سوسول مخدومه بالحطب. انا مره من المرات نشفى تبرتيربيت، ماهوش تبرتيربيت، كلي واحد روح لي كونسونطراسيون اكوز دو كوا، اكوز دو انه قاعد مسكين هو مثلا تبرتيربا وقاعد يحرك في رجليه، وهي بحكم انها مخدومه بالحطب ولا كل شيء يتحرك. دونك انا صافو دير ما بقيتش مركز مع اسمه. يعني ما يمنعش انك انت في وسط ليكزاما اذا صراتك حاجه كي من هذه انك مثلا تقول له خويا ما تخبطش، يعني ما فيهاش احراج، انت راك دافع دراهم، انسان وش يكون بطريقه ظريفه الى اخره. جو بونس باللي انا نسيت نعطيكم لي زاستيوس اللي نعرفهم انا اون جينيرال، يعني لي زاستيوس اللي نعرفهم كيما نقولوا حنايا ان شاء الله باذن الله تعالى. نسي صافي دير هذوما المعلومات اللي نعرفهم. الناس اللي يسمعوا الفيديو هذا وعندهم معلومه، صافي دير الناس اللي عندهم سمعوا الفيديو هذا وعندهم معلومه يعني كيما نقولوا حنا يقدروا يبارطاجيوها معنا، يخليوها لنا في لي كومونتير اون فا فوار كاسكي سباس دو لي سباس. شكرا جزيلا على المشاهده. ما تنساوش ديروا لنا بارطاج، ما تنساوش ديروا لنا كيما نقولوا حنا جيم وسبسكرايب، ونشكركم بزاف على الدعم تاع القناه راهي طلعت الله يبارك ما شاء الله. يعني انا واحد من الناس يعني انسان حقيقه كيكون هذا الشيء يعني ان شاء الله يكون صدقه جاريه علينا، ولكن كيشوف يعني الناس تتفاعل ودير جام وسبسكرايب والله غير حقيقه الانسان يعني يساعدوا هذا الشيء باش يواصل. هذه يعني الانسان يساعدوا هذا الشيء باش يواصل. المهم شكرا جزيلا، نلقاوكم ان شاء الله في فيديو اخر والى اللقاء.